ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. هاخدكم النهارده كده في جوله بسيطه قوي على موضوع الهمبرجر الجاهز مش البيتي. خلاص، انا امبارح كنت في كارفور واشتريت البرجر ده من شركه المراعي زي ما انتم شايفين. هو فيه 25 قطعه. هو عامل 90 جنيه. 90 جنيه بالظبط. انا جبته وقلت اما اجرب هو يستوي ازاي. طبعا احنا عارفين الهمبرجر بتجيبيها واحده كبيره قد كده، فجاه يعني تبقى كبيره تبص تلاقيها بقت قرص طعميه. فقلت نجرب سوا تسويته هتبقى عامله ازاي، ونشوف هو هيكش مننا ولا مش هيكش. تعالوا بقى على البوتاجاز اوريكم انا عملت ايه. انا هنا بصوا جبت زي ما انتم شايفين الطاسه اللي هي منع للاسف ديت او تيفال يعني. جبتها وسخنتها وما حطيتش ولا نقطه زيت، وحطيته زي ما هو كده اخد صدمه. والطاسه التانية برضو عملت فيها نفس الحكايه اهي. خلاص، وقلت بقى ايه، نشوف ده لما يجي. هو لحد دلوقتي ما كشش، ما لزقتش اهي، ولحد دلوقتي ايه ما كشش. وطبعا بصوا بدأ ينزل ايه الدهون بتاعته. فانت عشان كده انا مرضتش احط زيوت ولا دهون. قلت هو بقى ايه يعتمد على الدهون اللي هي فيه اصلا. واضح كده يا بنات بالتجربة العلمية ان هو النوع ده جيد، لانه اولا ما كشش، وبعدين هو يعني ما تفرولش معايا. لان انا مره كنت جايبه نوع مفيش داعي نقول الاسامي، بس لقيته كش ولقيته فرول ولقيته اتقطع وما كانش نافع خالص. ماشي، هقلب برضو الطاسه التانية دي بقى واوريها لكم بعد ما قلبتها. بصوا هنا انا قلبتها اهيت. انا مش مشغله الستاند عشان ابقى قريبه من الطاسه وتبقوا شايفين اللون عامل ازاي. برضو نزلت الصوص بتاعها، بصوا الميه بتاعتها الدهون بتاعتها. وبصوا بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه. بصوا العين لا عاليه قوي ولا واطيه قوي، برضو التانية نفس الحكايه، لا عاليه قوي ولا واطيه قوي، وسط. خلاص، وانا هنا مشغله كمان الفرن. بعد ما هياخدوا الصدمه بتاعتهم واللون يبتدي يتغير انا هدخلهم جوه الفرن عشان يستووا على مهلهم بقى بالراحه خالص. والله انا شايفه ان النوع يعني كويس. انا مش بعمله هو دعايه، انا بعمل طريقه التسويه تبقى عامله ازاي. لان زي ما قلت لكم انا كنت جايبه نوع ولقيته كش معايا جامد جدا. و لا النوع ده بصراحه حلو، ما كشش معايا وما قبش كده وبقى مش حلو. لا يعني كويس. هو بدات هنا الطاسه دي بدات تشرب الصوص بتاعها او الدهن بتاعها اهو. ماشي، فانا ايه هبتدي ادخلها الفرن. بصوا انا نقلتهم هنا، نقلتهم كلهم في الطاسه دي عشان دي من غير ايد فانا هعرف ادخلها في الفرن، لكن التانية بايد فانا مش هينفع ادخلها هتسيح مني. فانا هدخلها كده. انت لو عندك صينيه تيفال هتبقى حلوه. انا طبعا ما عنديش صواني تيفال، فهدخلها زي ما هي كده في قلب الفرن تستهدى وتاخد بقى ايه راحتها خالص وتستوي 100%. لان طبعا نار الفرن غير النار بتاعت الايه البوتاجاز. هوريها لكم بقى لما تخرج. متنسوش اللايك والشير، ومتنسوش التعليقات، عشان انا بجد لما بدخل وما بلاقيش تعليق او ما بلاقيش لايك او بتاع مش هياخد منك حاجه. بصي هتدوسي بس كده على اللايك وخلاص، مش هياخد منك اي حاجه، بس هتكوني شجعتيني ان انا اواصل واشتغل وابقى معاكم. يلا هحطها في الفرن واوريها لكم بقى ايه ساعه التقديم مع الكاتشب والمايونيز والمستردة والحاجه الحلوه بتاعتها. وادي الهمبرجر استوى معانا. بصوا
مكشش يعني كتير، او يعتبر مكشش بصراحه. يعني النوع ده عجبني في كده ان هو مكشش. زي ما قلت لكم حطيته في الفرن بقى، بعد كده قعد حوالي ربع ساعه بالظبط وقفلت عليه وسبته في الفرن لحد ميعاد الغدا. يلا وقدمته مع طبقين مكرونه كده وشويه شيبسي. يا رب الطريقه النهارده تكون عجبتكم وكانت سهله. ناس كتير قوي بيقعدوا يشتكوا ان الهمبرجر بيكش، وانا نفسي لما جيت في مره اشتريته وكش مني جامد جدا وبقى عامل زي قرص الطعميه. ف لا بجد عجبني، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره يعني. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم اللايك والشير لو الوصفه عجبتكم، والتعليقات. قولوا لي في التعليقات اذا كانت عجبتكم ولا لا. يلا واشوفكم على خير في وصفه جديده واكله جديده، وسلام.